السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدراري ديالنا اللي داروا لي زابوني تنقول لكم شكرا بزاف. الدراري ديالنا اللي تعاونونا بلي كومونتير زوين تنقول لكم تحياتي وتحياتي للاخ انيس فليو بالديار الكنديه، وتحيه للجاليه المغربيه القاطنه بكندا ولا القاطنه بالدول الخارجيه، فتحياتي لكم. تنوجه شكر خاص بعد كل اي واحد تيساعدنا، لان شحال هادي ما درناش فيديوهات وشحال هادي، لان تنقول لكم ديما طلبوا لنا الرحمه الوالده ديالنا، جزاكم الله خيرا. هادشي اللي غنقولوا لكم. المهم نهضر الملخص ديال اليوم ولا الحقيقه ديال اليوم ولا القصه ديالو ما عندها حتى معنى، لان نهضروا على هاد السيد هذا. هاد السيد هذا اللي دار هاد الجريمه ديال الاقليم بني حمد مدينه سطات. فالمشكل هنايا ماشي المشكل ديال الجريمه، اصلا الجريمه اللي دار في حد ذاتها مشكل كبير، ولكن المشكل اللي كبر من هذا هو هاد السيد هذا. تنزيد ناكد لكم قبل ما نقول لكم بان عنده جرائم اخرى وغتلقى ان شاء الله، لان هذا ماشي حدث والله اعلم. لان هاد السيد هذا اللي تيقبط المشاش وتيذبحهم وتيقبط الكلاب وتيذبحهم، وهاد الانسان زعما راه تيصلي، وهاد الانسان زعما راه تيدخل الجامع، عنده بلاصه فين تيتوضاو الناس، وهاد البلاصه بعيده على الجامع، لان ضروري الجامع تكون فيه بلاصه الوضوء. هو كاينه منطقه خاصه مكلف بها هو، وانسان على ما سمعتو على ما شفتو على ما شفت الحلقات ديالو كامله، انسان عنصري، عنصري بزايد. والمشكل الكبير في هادشي هذا كامل هو انه تناقش مع هاد السيد هذا، واصلا تيتناقش مع هذاك السيد كان تيشرب تلقاه في الحومه تيقول واش انت مازال ما بغيتيش، عفو عليك الله، مازال ما هادي مازال ما هادي. وهاد الانسان تينصح داك السيد وتيذبح المشاش وتيذبح الكلاب. هادشي كامل اللي قلنا دابا نخليوه ابار، ولكن باش استدراج داك السيد وتدخلوه لبلاصه الوضوء وتقوم بالجريمه ديالك، وماشي قمتي بالجريمه ضربتيه وطاح ولا لا، انت قتلتيه هاد السيد هذا قتل هاد السيد هذا وتلدد في القتل ديالو. باش تقبض السيد تقتلو وتحيد ليه الجلده على اللحم وتحيد ليه اللحم على العظم. وسمحوا لنا على هاد الهضره اللي تنقولوا، تنتمناو الدراري الصغار ما يتفرجوش فينا وتفرجوا فينا الناس اللي سن اكبر، وتقبطوا وتقطعوا طراف، وكل بلاصه تلوح فيها الطرف وكل بلاصه تلوح فيها الطرف، ولحد الان تيقلبوا على راسو ما لقاوش. لقاو غير المصارن ديالو، على حسب العلم ديالي لقاو غير المصارن ديالو، ولقاو الرجلين ما لقاوهمش، وقيلوا لقاو الرجلين والراس ما لقاوش. دابا هاد الانسان هذا وما عنده، ما عمرو ما ضرب الحبس. من دار هاد الفعل هذا؟ انا على حسب التحليل ديالي كسجين دوزت سجون وعشت مع هاد الناس هاد بحال هاد النوع هذا، ولكن هاد السيد هذا دار كثر من دوك الناس هادو، كثر من دوك الناس اللي كنعرف انا. علاش؟ هاد السيد لقى راحته هو تيقتل السيد وتيعلق فيه وتيحيد ليه، كيف بحال تيذبح، كيف بحال تيذبح بكما، كيف بحال تيذبح حولي ولا تيذبح بقرا ولا تيذبح. والمشكل العويص في هادشي هذا هو خص هاد الناس هادو ديال مدينة سطات بني حمد خصهم يقلبوا على الناس مفقودين، الناس اللي ساكنين تما وما بانوش. في غالب الحالات يكونوا قتلهم هاد السيد هذا، في غالب الحالات يكونوا قتلهم هاد السيد هذا، حيت هاد السيد هذا من قتل هاد السيد هذا بهاد الشكل هذا ودار ليه هاد الشكل هذا وقطعوا طراف ولا لحم، وعرفوا بان راه مازال داير عنده ضواحي وعنده ناس، فهمتيني، عنده ضواحي وعنده ناس قاتلهم. فينا هما؟
كي دار ليهم الله أعلم. ما خلا قطوط، ما خلا كلاب، وتلقى حتى شي متشردين. هذوك المتشردين اللي قالوا عليهم الناس ديال بني أحمد بأنهم الناس السلطات تجيب المتشردين وتديرهم تما وكدا وهادي تتحكم في أي مدينة طاية دابا حاليا هادشي. ما عليناش، يكون هاد السيد هذا دار شي حوايج، وهنا الخوف ديالنا ديال بصح في إطار محتوى ديالنا السجون هو يكون مازال عنده ضحايا وما عرفت فينا هما، حيت هذا يقدر يكون دار لهم بحال اللي دار هاد السيد هذا، ودار لهم وطحنهم وكلاهم كفته ولا باعهم كفته ولا دار لهم شي حاجه. كمال في العلم ديالنا بانه لقاو الناس ياكل الشوا. دابا حنا غنسولو السلطات اللي معنيه بالامر اللي تتقلب على الجثه ديال هاد السيد هذا، ولا ماشي الجثه ديالو، الباقي ما تبقى من الجثه ديالو. شوفوا لينا اخويا واش الكبده كاينه، واش لقيتوها، الا ما لقيتوش الكبده راه كلاها، ولا ما كرهناش يمشيو يديروا ليه عمليه يفتحوا ليه ويجبدوا شنو كلا الا قبل ما دار داك شي حاجه كونف. فهاد الجريمه هادي انا ابشع جريمه، واخا دوز الحبس عرفتها، واخا عرفت جرائم وعرفت ناس عندهم جرائم متسلسله متعدده، ولكن هاد السيد هذا خدا راحته في الجريمه وتلدد في داك السيد لان حاقد عليه، لان دابز معاه. وتتعرف شي واحد الا كان الناس تيحشموا منه وتيحترموه وتيهربوا منه كدا، ما تيبغيش شي واحد اللي يقلقو. فهاد السيد هادشي اللي دار، من دابز مع داك الشيء حقد عليه. هاد الانسان حقود وفيه غل عليها. علاش من قتلو بقاتي انا تيبان لي راه قبل ما يقتلو عذبو عاد قتلو، عاد دار ليه بحال اللي تيديروا الناس للبقر والحيوانات. فلهذا هادشي ما تيطراش في المغرب. المغرب فيها بلاد القانون، ما غيتزاقلوش معاه. الحكم ديال هاد السيد هذا على حسب ما شفت انا واللي شفتو داخل السجون، فالحكم ديالو بالاعدام مؤبد. راه ما يمكنش، هادي ماشي ستام انا بغيتها، انا بغيت لي اكثر من هكا، ولكن الحكم على حسب. حنا ما كرهناش حكم اللي قتلتي شي واحد تموت انت. فاحنا اللي نقولوا دابا هو القانون راه ياخذ المجرى ديالو، ولكن تطلبوا من السلطات يقلبوا على الناس المفقودين، والناس اللي ما اللي كانوا في الحومات ديال سطات ولا في بني حمد كدا، هذه اللي ما باينش تما وخبر شي خبره، راه يعرف هاد السيد راه اما ميت يا اما غابر يا اما ما عرفت فين هو. المهم شي 70% ولا 71% بان السيد عنده جرائم اخرى وباقي ما بانش. فلهذا تنقول لكم قبلوا علينا في هذا المحتوى ديالنا، وهادشي اللي قلنا لكم شي حاجه حقيقيه 100%. لان فكروا معنا وشوفوا هذاك السيد ما ضربش الحبس، وشوفوا قتل داك السيد كيفاش قتلو. ما تنهضروش على القتل كقتل، تنهضروا على قتلتي السيد واي طريقه قتلتيه بها، طريقه اللي نتمنوا تبان الحقائق اخرى جديده، وتتمنوا اقصى عقوبه، لان هذه ماشي جريمه. هذه شنقول لك، راه الله ياخذ الحق، وتتمنوا الرحمه ليه والرحمه للعائله ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.